بقينا بنعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل حاجة، حتى رسائل الواتساب بقى هو اللي بيكتب واحنا بس بنبعت. هل الذكاء الاصطناعي بيبوظ عقولنا؟ الناس بتخاف ان استخدام ال AI هيخلينا نكسل او نستخدم عقولنا بشكل اقل. خلينا نشرح وجهة النظر على العربية. هل العربية خلتنا نكسل نمشي؟ ممكن، بس في نفس الوقت خلتنا نوصل لأماكن أبعد بكتير ما كناش نقدر نوصل لها قبل كده، وده في وقت أسرع وبمجهود أقل. نفس الفكرة على الذكاء الاصطناعي، هو مش هيشل تفكيرنا بس هيخلينا نفكر بطريقة مختلفة. بدل ما نحرق دماغنا في حاجات متكررة وحسابات، ممكن نستخدم ال AI في ده، ولا نسيب عقلنا يركز في الإبداع والقرارات المصيرية. بس خد بالك، زي ما عضلاتك محتاجة جيم كل شوية، مخك كمان محتاج يتمرن. خصص وقت تستخدم فيه مخك من غير أي أداة مساعدة. حل مسائل problem solving أو جرب تكتب كود من غير مساعدة ال AI حتى لو كان متوفر. ليه؟ عشان تفضل أنت اللي بتقود، مش راكب في أوبر اسمه شات جي بي تي. إيه؟ عملت كل ده وفكرك باظ برضه؟ أنا آسف، ما تلومش على ال AI، غالبا المشكلة كانت موجودة من الأول.